السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. جالي سؤال من فترة من عميل اشترى جهاز تكييف انفرتر. الجهاز كفاءة الطاقة بتاعته ايه؟ لأنه انفرتر وفي نفس الوقت مكتوب عليه S4. طبعا كلمة S4 مش واضحة لناس كتير، فهو العميل افتكر ان الجهاز كده مش هيوفر كهرباء او كده هيبقى فيه مشكلة بالنسبة لتوفير الكهرباء. لكن انا عامل الفيديو ده علشان حابب اوضح شوية مصطلحات ممكن يكون العميل ما يعرفهاش، بس في نفس الوقت هي بيبقى لها مدلول تاني خالص. هنبدأ اول حاجة بالاس 4. يعني ايه اس 4 على بطاقة الطاقة؟ اس 4 ده مش موديل ولا درجة كفاءة ولا اي حاجة، دي بتبقى اشارة لنظام التقييم بتاع الجهاز، بتبقى اشارة لنظام التقييم الموسمي اللي الجهاز متصنف عليه، والكلام ده بيبقى في اجهزة الانفرتر تحديدا. الكفاءة ما بتتقاسش على تشغيل ثابت زي زمان، لكن على تشغيل موسمي. وهنا بيجي نظام اسمه السنسوال انرجي، وده اللي بيطلع منه الاس اي اي ار للتبريد والاس سي او بي للتدفئة. طيب الاس 4 تحديدا معناها ايه؟ الاس 4 بتوضح ان الجهاز متقيم حسب مناخ حار جدا، وده مناسب طبعا لدول زي الخليج وزي مناطق في افريقيا وزي مصر مثلا. يعني ببساطة الجهاز اتقاس اداءه وكفاءته على درجات حرارة عالية، ممكن توصل من 46 ل 52 درجة على سبيل المثال. وطبعا ده بيبقى مهم جدا عندنا هنا في مصر. طيب ليه ده مهم؟ لان في اجهزة بيبقى تقييمها على مناخ معتدل، وليكن مثلا زي اوروبا، فتلاقي الكفاءة على الورق عالية، لكن لما الجهاز يشتغل عندنا هنا في مصر على سبيل المثال في الحر الشديد الأداء بتاعه بيقل. لكن لما تلاقي الجهاز مكتوب عليه S4 يبقى الجهاز متجرب على ظروف حر قاسية، والكفاءة اللي مكتوبة أقرب للواقع عندنا. ده غير إن الكمبرسور ودوائر التبريد بتبقى متصممة تتحمل ضغط أعلى. نظام ال S4 بيعتمد على اختبار عند اوت دور تمبريتشر ممكن توصل ل 46 درجة مئوية، وبيتحسب حسب استهلاك الكهرباء على مدار موسم كامل مش ساعة تشغيل واحدة. وده بيدي تقييم طبعا أداء من ال EER القديم. يعني في النهاية لو لقيت جهاز بطاقة الطاقة بتاعته مكتوب عليها S4 يبقى الجهاز متصنف على مناخ حار جدا، والكفاءة محسوبة على ظروف شبه مصر، وده شيء إيجابي جدا مش سلبي. أتمنى إن المعلومة تكون وصلت لحضراتكم، ومستني منكم أي استفسارات أو أي تعليقات، وأنا تحت أمركم بإذن الله. متشكر جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.